أجواء حماسية وكلاسيكو جديد يجمع الجيش الملكي والوداد الرياضي. الأنظار كلها كانت متجهة نحو هذه القمة الكروية. المباراة كانت قوية، مليئة بالتدخلات الحاسمة والفرص الضائعة من كلا الجانبين، والجميع كان ينتظر اللحظة التي ستهز الشباك. وفي الدقيقة 46 جاءت اللحظة المنتظرة. محمد حريمات يسجل هدفا قاتلا للجيش الملكي، هدف أشعل المدرجات ومنح فريقه التقدم. فرحة عارمة للاعبي الجيش وجماهيرهم مقابل خيبة أمل واضحة على وجوه لاعبي الوداد. بهذا الفوز الثمين عزز الجيش الملكي صدارته للدور الاحترافي وقطع خطوة كبيرة نحو اللقب. أما الوداد فهذه الهزيمة تعقد من مهمته في الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل. مباراة واحدة قد تغير مسار موسم بأكمله. لا تنسوا متابعتنا للمزيد من التحليلات.